تعالَ أقول لِك إزاي بكيلو دقيق تعملي أكتر من 40 قطعة مخبوزات، وكمان بأشكال وأطعام مختلفة في البيت بمنتهى السهولة، وكمان هشة ولذيذة جدًا بمكونات بسيطة، بسيطة، بسيطة. أنا آية، تعالَ أقول لِك إزاي. أول حاجة هتفضّي كيس ونُص من الخميرة، أنا ما كانش عندي غير نوعين أنجل ودريم حطيتهم على بعض، وهتحطي عليهم معلقتين سكر، معلقتين لبن بودرة، نُص معلقة من البيكنج باودر، نُص معلقة أو ريحة كده بسيطة من الملح، وتنزّلي عليهم مَيّة دافية، بلاش مَيّة سخنة عشان ما تموّتيش الخميرة. سيبيهم كده يتخمّروا مع بعض حوالي كده 10 دقايق، ربع ساعة. بعد كده أول ما تشوفيهم إن هُم فاروا واتخمّروا، هتنزّلوا كيلو الدقيق وتعملي كده فرق في النُص. هتحطّي عليهم إيه، هتحطّي عليهم بيضاية، هتحطّي عليهم وهتحطّي عليهم معلقتين من السمنة الكبار، يا سلام بقى لو كانت بلدي، وهتحطّي عليهم طبعًا الخميرة اللي إحنا حطيناهم، وحوالي 3، 4 معالق من الزيت، وهتحطّي جنبِك كده كوباية مَيّة دافية، حاجة بسيطة، عايزة تبدّليها بلبن براحتك جدًا. هنقلّب كده، أو بمعنى أصح هنبِس الدقيق كلّه مع بعضه لغاية ما تحسّي إن هو بدأ يبقى خلاص كده شرب السوائل فمحتاج مَيّة تاني. هانزّل عليه، ما بانزّلش الكوباية كلّها، بانزّل تدريجيًا لغاية ما تلِم العجينة. بعد كده بادهنها زيت واحطها في stretch لغاية ما تخمر. حطيتها قد إيه، حوالي من ساعتين. طبعًا البيكنج باودر بيساعد إنها تخمر. شايفينها عجينة جميلة جدًا. هاتي بقى القطّاعة وابدئي قطّعي. أنا خدت قطّعتين بس زي ما أنتم شايفين، مش سُمك رفيّع، لأ سُمك تخين، وبعد كده قطّعتهم متساويين لمربعات متساوية، تقدري تعملي كل واحدة منهم كورة. لأ أنا فردتها على طول، وهاحشيها جبن وهاعملها كده أشكال مثلثات أو شكل حجاب. طبعًا تقدري تحشيه بقى اللي أنتِ عايزاه، جبنة قريش بالزعتر، جبنة زي ما أنا حاطاها كده. أنا كمان هاحشيه بالمربى لإن بنتي عايزاها مربى، وممكن تحشيه أي حشو عندِك، بانيه، تحشيه لحمة مفرومة، بس طبعًا دول لللانش بوكس، فعشان خاطر كده حشيتهم جبنة وفراولة. عشان خاطر أفرّق بينهم وبين أي طعم تاني حطيت عليهم حبة البركة، وطبعًا دي بتدّي طعم حلو جدًا. يالّا الصاج ده تدهنيه دهنة خفيفة في الزيت، وسيبيهم للتخميرة التانية، ما بيخشوش الفرن دلوقتي. خدت شريحة تانية من العجينة وهاكوّرها، وبعد كده أفردها، وزي ما قُلت لكم هاحشيها فراولة. بس اللي هيفرق بينها وبين الجبنة، عشان خاطر نبقى طبعًا عارفين وإحنا بندّيها لأولادنا، حُطّي عليها سمسم من فوق. أي حشوة مختلفة حاولي تفرّقيها باللون اللي برّه، سواء سمسم، سواء حبة البركة، سواء فاضية، عشان تعرفي دي حشوة إيه. بعد كده جِبت شريحة منهم وقسّمتهم ل2 رول زي ما أنتم شايفين كده، وأبدأ ألِف بإيدي لغاية ما تبقى شكل البقسماط، والاتنين يبقوا قد بعض، ونحاول نخلّي سُمك الدايرة بتاعتهم قد بعضها. هنعمل بيها إيه، هنعمل بيها الفطار لينا بقى كأمهات. نفضل نلفّهم كده بشكل الضفيرة، وتقدري تعملي بدل الاتنين دول 3، وتعمليهم شكل الضفيرة اللي إحنا بنعملها لبناتنا كده وهُم رايحين المدرسة. دي طبعًا لمين، لماما، إحنا هنفطر، هو إحنا هنعمل لهم هُم الفطار وإحنا لأ؟ ابدئي بقى رُلّيهم كده على بعض، واتعملت لنا شكل الوردة الجميلة. هنعمل شكل إيه تاني، هنعمل شكل الكرواسون المُحبّب لكل الأطفال. هتجيبي عجينة تقسّميها 3، وكل واحدة فيهم زي ما أنتِ شُفتيني كده بافردها، وبعد كده بارُلّها، وبعد كده باقلبها تاني لدايرة وافردها واخلّيها على جنب. ليه أنا باعمل الأشكال دي كلّها؟ عشان خاطر لمّا تيجي تفتحي الكرواسون تلاقيه من جوّه ملفوف أصلًا، وهي دي الفكرة اللي فيه. بعد كده هنحط ال3 عجاين فوق بعضهم ونفردهم كلّهم بسُمك مش رفيّع ومش تخين. هاتي بقى القطّاعة عشان خاطر الناس اللي ما بتعرفش تضبط الكرواسون، هتقطّعي الدايرة دي ل4/4، وكل رُبع قطّعيه من 2 ل3 أشكال من المثلثات. هنعمل الكرواسون إزاي، هتجيبي من الطرف التخين وتبدئي تلفّي زي ما أنتِ شايفة. شايفة أصلًا سُمك العجينة مش رفيّع، لازم تكون تخينة شوية. يالّا بقى نعمل الباتيه بنفس الطريقة. عجينة نقسّمها ل3، وكل واحدة فيهم نفردها، نرُلّها، نكبسها على بعضها ونخلّيها على جنب. بس الفرق حاجة بسيطة، أنتِ كان ممكن تعملي نفس الحركة دي برضه في الكرواسون، إن أنتِ تدهني بين كل كورة وكورة زبدة أو حتّة سمنة. أنا حبّيت أعمل كده في الباتيه، أدهن الفرق بين كل كورة وكورة حتّة سمنة كده، وبعد كده أفردهم، عشان خاطر أنا عايزة أعمله من جوّه يبقى ملفوف كتير أوي، أوي، أوي زي ما أنتم شايفين. فردته، بعد كده رليته، بعد كده كل دايرة فيهم هافردها مرّة تانية. ليه الهَم ده كلّه؟ عشان خاطر تبقى من جوّه ملفوفة، والعجاين كده ملفوفة كتير أوي من جوّه، دي بتبقى أصلًا شكلها حلو، وبتخلّي كمان العجينة هشة أوي. تقدري تحشي الباتيه زي ما أنتِ عايزة. أنا سِبت كام واحدة سادة برضه ليّا، وتبدئي تحشيه أي حشوات، وتسيبي السادة ليكِ برضه، وزي ما قُلنا يعني حاولي تميّزي بينهم بالسمسم أو بحبّة البركة. بعد ما بنخلّصهم بتحطّي ريحة من النسكافيه على بياض بيضة على لبن. أنا استغنيت خالص عن بياض البيضة، حطّيت مكانها حتّة من الزبدة السايحة وبادهنها فيها. ما بتخشش الفرن كده خالص، بنسيبها حوالي ساعة أو ساعتين تخمر ويتضاعف حجمها، وبتخش فرن لازم يكون متسخّن قبلها بحوالي 10 دقايق على درجة حرارة 180. ما بنقرّبهاش من النار، بنخلّيها في الشبكة العالية
لمدة قد إيه، لمدة 10 دقايق، ما تزوّديهاش، دي لمّا خمرت مرّة تانية ما تزوّديهاش في الفرن، تشرب السوايل وهتبقى ناشفة ومش هتبقى عجينة طرية، وعملتِ بكيلو دقيق كل حاجة أنتِ عايزاها، وكمان أنا عملت كده اتبقى حتّة عجينة عملت بيها mini فينو صغنّن خالص كده عشان أسقّيه في الشاي أو النسكافيه وأنا بافطر بيه الصبح. ما تنسيش نَفْسِك، أنتِ أم بس أم ولازم تاخدي بالِك من